فليكن اليوم يوم محبة وإهداء الأصدقاء الأوفياء هدية ثمينة تعبيرا عن وفائهم لنا وصداقتهم المخلصة. فلتكن الجزائر أول الحاصلين على هديتنا الثمينة. هنيئا لكم أيها الشعب الجزائري، أنتم تستحقون أكثر من ذلك. قد شوقتنا يا بوتين، ما هي الهدية الثمينة التي سوف تهديها إلى الجزائر؟ لقبت بعدة ألقاب، منها راجمة جهنم وراجمة دراكولا أو مصاص دماء، ومنها الثقب الأسود. إنها أكثر الأسلحة رعبا وفتكا في التاريخ، تعتبر غواصة فريدة من فئتها لامتلاكها مميزات خرافية، ويتمنى أي جيش في العالم امتلاكها. وتكمن خطورة هذه الغواصات بأنها تصدر معادلات قليلة جدا من الضجيج مقارنة بغواصات الديزل الأخرى، ومغطاة بمواد خاصة تمنع رصدها من قبل العدو، لهذا أطلق عليها البعض لقب غواصة الثقب الأسود. ويبلغ طول الغواصة من هذا النوع 73 مترا وعرضها 10 أمتار، كما يمكنها الغوص لعمق 300 متر والإبحار بسرعة 20 عقدة بحرية، والعمل بشكل مستقل في البحر لمدة 45 يوما، فضلا عن أنها مجهزة ب6 منصات لإطلاق التوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ كاليبر المجنحة المضادة للأهداف البحرية والبرية. أعزائي المشاهدين، اربطوا أحزمتكم لنتعرف عن قرب عن غواصة الثقب الأسود. لروسيا تاريخ كبير في بناء فئات متعددة من الغواصات تعود لحقبة الحرب الباردة، ولكل فئة من هذه الغواصات قدرات تميزها عن الأخرى. وعقب انهيار الاتحاد السوفيتي وما تلاه من مشكلات اقتصادية حدت من بناء الغواصات الروسية، جرى إلغاء العديد من المشاريع، إلا أن الفترة الأخيرة بدأت صناعة الغواصات بالتعافي، ويضم أسطول الغواصات الروسية العديد من الغواصات الأكثر تطوراً في العالم والأكثر فتكاً. منها غواصة الصواريخ الباليستية من فئة بوريتو، غواصة بيلغورود الخاصة، والغواصة الاستراتيجية من فئة خاباروفسك، وغواصة الصواريخ كروز من فئة ياسينام، وغواصة الهجوم لادا، وغواصة الهجوم كيلو، وغواصة الثقب الأسود، حيث تعتبر الغواصة الأكثر رعباً لمن تسميهم روسيا بالأعداء. حيث تعتبر الغواصة الأحدث في الأسطول الروسي والأكثر تطوراً، مما تمتلكه من إمكانيات رهيبة وميزتها الأضخم في التخفي. وتعتبر يد بوتين الثقيلة في البحر، والتي ترسو في إحدى قواعد البحر الأسود. يمكن لهذه الغواصات العمل بعيداً عن قواعدها في مهمات تستمر ل45 يوماً، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلاً عن أنها مسلحة ب6 منصات لإطلاق توربيدات من عيار 533 ملم. تعتبر واوفا رابع غواصة من طراز فارشافيانكا تطورها روسيا في إطار المشروع 636 لصالح أسطول المحيط الهادئ في جيشها، وبدأ العمل على تطوير هذه الغواصة عام 2019، ويجري حاليا تطوير عدة غواصات روسية في إطار المشروع المذكور، مثل غواصتي موجايسك وياكوتسك. وتكمن خطورة هذه الغواصات المطورة في إطار المشروع 636 بأنها تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج مقارنة بغواصات الديزل الأخرى، ومغطاة بمواد خاصة تصعب من عملية رصدها من قبل العدو، ما جعل البعض يطلق عليها اسم غواصات الثقب الأسود. أطلق عليها خبراء البحرية في حلف شمال الأطلسي اسم الثقب الأسود بسبب قدرتها على التخفي وعدم إصدارها أي أصوات تحت الماء، بالإضافة إلى قدرات المناورة تحت الماء، حيث أنها مجهزة بمعدات كاليبار BL وصواريخ مجنحة مع مدى فاعلية يصل إلى 2500 كيلومتر. هدية بوتين للجزائر. كل هذه المواصفات الجبارة عزيزي المشاهد أصبحت الآن تحت تحكم الجيش الجزائري. في أواخر الخريف من العام الماضي غادرت حوض السفن البحرية في سانت بطرسبرغ غواصتين من المشروع 06361 فارشافينكا المعروفة باسم الثقب الأسود، وأبحرت الغواصتان إلى الجنوب إلى موانئ الجزائر وفقا لموقع بلانيت توداي. ودخلت منذ أيام الغواصات رسميا في خدمة القوات البحرية الجزائرية، وأطلق على الغواصات أسماء الأوراس والهقار وأرقام 031 و032 على التوالي.
كانت البحرية الجزائرية قامت بإدخال غواصتين جديدتين من طراز كيلو من المشروع 636 في حفل أقيم في قاعدة مرسى الكبير البحرية في وهران في 9 يناير 2019. وتعرف الغواصات التي تم تشغيلها حديثا باسم وارسنس 031 وهاجر 032، وهي الوحدة الثالثة والرابعة في فئتها. تم طلبهما في فبراير 2014 ووصلتا إلى الجزائر في أواخر العام 2018 بعد أن بدأتا رحلتهما من سان بطرسبرغ، حيث تم بناؤهما من قبل حوض بناء السفن أدميرالتي شيبيارد. ودخلت الغواصتان الأوليتان الخدمة في العام 2010. مع وجود وارسنز وهاجر في الخدمة، تشغل البحرية الجزائرية في المجموع 6 غواصات. وقامت البلاد بتشغيل غواصتين من المشروع 877 النسخة الأصلية من الكيلو في عامي 1987 و 1988، وتم تطويرهما في عامي 2010 و 2011. جميع الوحدات قادرة على إطلاق النسخة التصديرية من صاروخ كاليبر الروسي الذي يتم إطلاقه على متن السفن والغواصات. الجزائر تتحول إلى قوة بحرية جنوب المتوسط بإعلانها دخول مرحلة العمل غواصتين جديدتين من نوع 636 ليصبح المجموع هو 4 غواصات كيلو. ولا تتوفر سوى 4 دول على غواصات 636، وهي روسيا والصين والفيتنام والآن الجزائر. كما تتوفر الهند وإيران على غواصات كيلو. وتمتاز هذه الغواصات بعملها السري في البحار، وتلقب عند بعض الخبراء بهر البحر بسبب عدم لفت الانتباه، بينما يسميها الحلف الأطلسي بالثقب الأسود. وخلال ال5 سنوات الأخيرة حصلت الجزائر على أسلحة نوعية من طرف روسيا، ومنها غواصات متطورة لحماية مياهها الإقليمية في السفن المعادية، وصواريخ كاليبر التي تعد من الصواريخ المتطورة في الترسانة الروسية والصينية، والتي تثير قلق الدول الغربية وبالخصوص جنوب أوروبا مثل إسبانيا وإيطاليا بل وحتى فرنسا. ثم حصلت على منظومة الدفاع S-400، ويعتقد أن الجزائر هي أول دولة حصلت على هذه الصواريخ بعد روسيا الدولة المصنعة. وإضافة إلى عائلات الطائرات التي تمتلكها وهي من نوع ميغ وسوخوي، فهذه الأسلحة النوعية جدا تعطي للجزائر مكانة عسكرية لم يسبق لها، بل بدأت تتحول إلى الدول العربية الأولى التي لديها أسلحة متقدمة. رعب إسبانيا من امتلاك الجزائر للثقب الأسود. أثار سلاح الغواصات الجزائري مخاوف مسؤولين إسبان في ظل تنامي القدرات العسكرية للجزائر على الحوض المتوسط، وتوجهها لتكون رائدا في المنطقة بفضل مجموعة من الغواصات المتطورة، على رأسها غواصة كيلو 636 المعروفة بالثقب الأسود. وبذلك تصدرت الجزائر المرتبة الأولى عالميا وإفريقيا وال15 عالميا من حيث قوة أسطول الغواصات ب8 غواصات روسية صنع، وفقا لتصنيف موقع جلوبال فاير باور المختص بالشؤون العسكرية. فيما جاءت مصر في المرتبة ال16 بنفس عدد الغواصات، بينما تمتلك إيران 29 غواصة، مما يجعلها في المرتبة ال5 عالميا. واللافت أنه ما عدا الجزائر ومصر لا تتوفر باقي الدول العربية على أي غواصة، بما فيها أغنى دولة عربية المملكة العربية السعودية، فيما تتوفر إسرائيل على 5 غواصات. وجاء ترتيب المغرب في المرتبة 82 عالميا ب0 غواصات، وإن تم التصنيف حسب الترتيب الأبجدي بسبب ذلك. واللافت أن المغرب هو من الدول القليلة في البحر الأبيض المتوسط التي لا تتوفر على غواصات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.